كان قاعد في كنيسه الملاك بيسلم على الناس والطابور شغال، وواحد واقف جنبه جايب له باسبور ويقول له يا ابونا ارسم لي الصليب على الباسبور ده، انا هتجيلي تاشيره امريكا ولا لا؟ وابونا مش راضي يرد عليه، والطابور شغال وابونا عمال يسلم. وبعدين جه في واحده وهي بتسلم وده عمال يقول له هروح امريكا ولا لا؟ راح بص لها، هي قال له لا هي دي اللي هتروح امريكا. هي سلمت عليه وبصت له كده ومشيت يعني ما مشيت. روحت من الدير بعد يوم او اتنين جالها واحده قريبتها قالت لها في عريس جاي يتقدم لك وفي مواصفات كويسه جدا ومن امريكا وهياخدك تتجوزي. الاسبوع اللي بعده لقيناها جايه الدير لابونا، قالت له انت يوم كذا قلت لي اروح امريكا وانا روحت لقيت كذا. فاكتر حاجه كانت مشهور بيها ابونا طبعا موضوع ان هو يبقى عارف وكان يبص ليه نظره كده معينه، يبص للواحد يعرف كل اللي جواه. ودي الحته اللي كان ربنا مديها له كموهبه من عند ربنا، انه ازاي يعرف الحاجه اللي هتحصل من قبل ما تحصل. ودي كتيره قوي حصلت في احداث كتيره ومعجزات كتيره جدا مع ابونا فانوس، حاجات قالها وفعلا اتحققت.